كنت دايما بسمع كلمة اعمل زي ما بقولك، بس عمري ما اتعلمت اختار بنفسي. لو كنت اتعلمت اخد قرار ما كانش ده هيبقى حالي. انا اللي بدفع الثمن دلوقتي لانهم كانوا شايفين انهم بيحموني، بس في الحقيقة كانوا بيكسروني. عمري ما اتعلمت اكون مسؤول. علم ابنك المسؤولية. شوف، أهم قيمة ممكن تغرسها في ابنك هي المسؤولية. بص حواليك وشوف كام أكل عيش بيبوظ عشان واحد ما بيتحملش المسؤولية، جواز بيبوظ عشان طرف ما تعلمش يتحمل مسؤولية، وعائلات بتتفكك عشان شخص مستهتر ما عندوش مسؤولية. ممكن تعلم ابنك في أحسن المدارس، وبدل ما تعلمه لغة علمه 3، وعلمه يقولك حاضر ونعم وحضرتك، وتبذل عمرك كله في تعليمه. بس لو ما علمتوش يتحمل مسؤولية فأنت ما علمتوش حاجة تنفعه في حياته، ولا حاجة تخليه واعي ومسؤول بجد، وساعتها تكون أذيت خلق الله في ابنك أو بنتك. لازم تزرع في ابنك فكرة المسؤولية الاجتماعية. يعني الأم ما ينفعش تسيب اللي وراها واللي قدامها وتضغط على نفسها وتذاكر لابنها وتسمع له وتفكر بمواعيد دروسه لحد ما ضغطها يعلى وتلاقيها يوم الامتحان فاضل لها شوية وتروح تمتحن بداله. فين المسؤولية؟ المفروض تقوله دي مذاكرتك وده مستقبلك، ولما ينجح احنا هنفرح بيك عشان انت كنت انسان مسؤول وشاطر وعملت اللي عليك، وربنا كرمك مش علشان انت رفعت راسي. فهموا اولادكم ان راسكم مرفوعة بيهم او من غيرهم، لكن احنا بنفخر بيك لانك كنت قد المسؤولية. المشكلة عندنا احنا لما ما نعلمش ولادنا يختاروا لبسهم، او ما ناخدش رأيهم في تغيير مدرسة، ولا نناقشهم في علمي ولا أدبي، وبعد كده نتوقع انهم يعرفوا يختاروا صح. الحقيقة ان تحمل المسؤولية واتخاذ القرار ده عضلة في الشخصية، عضلة لازم تتدرب وهي صغيرة علشان تبقى قوية لما تكبر ويبقى قادر يتحمل، سواء كان ولد او بنت. العضلة دي لو ما اشتغلتش عن طريق التجربة والغلط والصح فما تستغربش لما تلاقيهم بيغرقوا في أول غلطة. مرة ابني كان صغير واختار لبس مش مناسب وصمم عليه، المهم اشتريته وخرجنا والبرد لسعه، قال لي أنا بردان. قلت له يا حبيبي مش قلنا إنه خفيف؟ ساعتها ابني حس بغلطته وسوء اختياره اللي أنا سمحت له بيه وأنا عارف إنه مش مناسب، بس علمته إنه يربط بين السبب والنتيجة، إنك لما تصمم على رأيك هتدفع ثمنه، وهتعرف بعدين إن كل قرار ليه ثمن، وبكده اتعلم يتحمل مسؤولية قراره ويطلع راجل تفتخر بيه بجد. وقيس على كده كل مواقف حياتنا لو استغلناها في مصلحة ولادنا وإننا نعلمهم المسؤولية هنطلع جيل رجالة وبنات يعتمد عليهم بجد. لو عجبك الكلام شاركه مع اللي يهمك أمرهم، وساعد في نشر الفايدة، واعمل لايك كومنت واشترك علشان نكمل معاكم ونقدم محتوى يوعي ويبني.